تمثيل لنيت، تمام، على الجنبين. وفي النص عندنا السرخ او واجهه القصر اللي فيه نعر مر، السمكه والازمين، ده اسم نعر مر. السمكه والازمين بتتنطق باللغه المصريه القديمه نعر مر، السمكه والازمين. بعد كده المنظر الثاني عندنا الملك وهو لابس التاج الابيض، تاج مصر العليا الجنوب لانه ملك جنوبي، تمام، ومستعد علشان يضرب بالحربه بتاعته القائد بتاع الجيش الشمالي اللي هو حورس بيشده بحبل من انفه دلاله على الاذلال. واضح ان هو مش مصري. لا لابس لبس. لا ده شمالي، علشان احنا عندنا البابايروس شمالي. شمالي يعني من سكان شمال مصر في الوقت ده، تمام. فوق منه، فوق دماغه عندنا 6 من البردي، من اعمده البردي، من نبات البردي. ال6 نبات بردي دول بيمثلوا 6000 اسير استطاع الملك نعرمر ان هو يمسكهم من الشماليين، تمام. ده بيسجل الانتصار على الشماليين وتوحيد مصر. والمنظر الاخير بيمثل اعداء الملك او الشماليين وهم تحت قدم الملك. هنا باينين الاختلاف. فهنا ده تمثيل لعمليه الحرب والانتصار على الشماليين بغرض توحيد مصر. 3 مناظر في الرجل. دلوقتي بقى نروح الناحيه الثانيه ونشوف البورصه. احنا ممكن نستخدم من هنا. البورصه بقى عباره عن 4 مناظر. المنظر الاولاني بالظبط زي المنظر الاولاني الناحيه الثانيه، في برضه التمثيل بتاع البقره السماويه او ميت على الجنبين. وانا بعتقد شخصيا ان ده نوع من انواع التاريخ. المصريين القدماء اعلى حاجه على الشمال واليمين في اي لوحه كانت بتبقى عباره عن تاريخ، واحنا خدنا منهم الحكايه دي. دلوقتي لما بنكتب جوابات ماشي بنحط التاريخ دايما فوق على اليمين او على الشمال. فانا اعتقد ان ده تاريخ، ده بيتكلم عن ايرا معينه او عصر. وبعدين عندنا في النص الاسم نعرمر، السمكه والازمين. بعد كده عندنا المنظر الثاني بيمثل الملك. هنا بقى هو لابس التاج الاحمر. بعد ما الملك نعرمر استطاع ان هو يتغلب على الشماليين، بقى من حقه ان هو يلبس التاج الاحمر، تاج الشمال او مصر السفلى، تمام. رايح يصلي في المعبد علشان الانتصار اللي هو حققه على الشماليين، ومتبوع بحامل الشبشب بتاعه، تشب اهو حامل التشب ماشي وراه وشايل له الابريق عشان يوضيه، ورايح على بردوة بيت الوضوء عشان يتوضى ويصلي، تمام. وبرضه حملة الأعلام واقفين وممثلين الأقاليم كلهم واقفين علشان هذا النصر العظيم. أكبر دليل من أدلة التوحيد عند المصري القديم في الأسرة الأولى هو رايح يتوضى عشان يصلي، موحد رايح يتوضى عشان يصلي. طيب المنظر الثالث بقى أو الجزء الثالث في الظهر عندنا 2 حيوانين خرافيين بيتقاتلوا مع بعض زي ما احنا شايفين كده، وعلى رأس كل واحد أو على رقبة كل واحد فيهم الراجل اللي بيمثل الشمال والراجل اللي بيمثل الجنوب بيشدوهم بحبل. ده دليل على الصراع اللي حصل ما بين مصر العليا ومصر السفلى. في النص في دايرة، الدايرة دي كانت بتستخدم في طحن الكحل، يعني كانوا بيحطوا حبات الكحل في الدايرة دي، حجر كده معين بيقعدوا يطحنوا فيه عشان يستخدموه. فهنا عندنا استخدامين للصلايات، دي اسمها صلاية. الصلايات كانت بتستخدم في تسجيل الأحداث المهمة، وكانت تستخدم أيضا في صحن الكحل. بعد كده عندنا في المنظر الأخير الملك نعرمر في هيئة الطور وهو بيهاجم قلعة الشماليين، تمام. تصوير الملك في هيئة الطور دلالة على قوة الملك وسيطرته. دايما لما الملك بيتصور على هيئة الطور ده تصوير لقوة الملك وسيطرته. وأحد ألقاب الملك كانت اسمها كا موت إف، يعني ثور دلالة على قوته وسيطرته. زي ما قلنا الصلاية دي مصنوعة من حجر الشيست وبتعود إلى عصر الأسرة الأولى حكم الملك نعرمر. احنا بنتكلم في حوالي 3100 3150 قبل الميلاد، يعني حوالي كده الأسرة الأولى. والأسرة الأولى ديت كانت مقرها هي والأسرة الثانية منطقة اسمها هيراكونوبوليس اللي هي الكوم الأحمر 6 كيلو متر شمال إدفو. وده المقر بتاع حكام الأسرة الأولى والثانية اللي احنا بنعتبرهم في التاريخ المصري القديم اسمهم الأركايك بيريود أو العصر العتيق، لأن التاريخ
المصري القديم متقسم لعصور هنتكلم عنها دلوقتي. ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا.